العظيم انا بتكلم ولا اليافط اللي علقوها للكابتن محمود الخطيب بالشفاء ربنا يشفيه. وجت في اول الماتش طبعا احنا شفناها طبعا. الموضوع غير يا استاذه كريمه، في حصل لبس مش طيب احنا نرجع مره ثانيه لمستقبل المصري يعني مصري بورسعيدي اما يتوقف سنتين. انت شايف اللعيبه هيبقوا عاملين ازاي؟ الموظفين كمان اللي في النادي الاوضاع هتكون ماشيه ازاي معاهم سواء ماديا او اقتصاديا؟ اسمع الاول كابتن مصطفى وبعدين اسمع والله يا استاذه كريمه برضو يعني عايز اقول هو ده قرار واحنا متقبلينه بس بنقول يعني انا سايب الايام لما الناس تهدى شويه، لما يبقى في هدوء، لما الناس تتقبل المواضيع، لما الناس في بورسعيد تقول ما فيش مشكله، اعتقد انه هيبقى في حاله ثانيه تتعمل يعني. انه طبعا يعني متخيل ان ممكن بعد فتره ممكن متخيل لو انه حصل زي ما قلت لحضرتك حصل تقارب في وجهات النظر، حصل تقارب في يمكن في حاجه عايز اقولها بس قبل حضرتك ما كنت بقولها. المنظر اللي حصل ده في بورسعيد بالذات كان يقصدهم حاجه وربنا سبحانه وتعالى عمل حاجه ثانيه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الناس كلها تالفت، سواء خط الكنال، سواء اسماعيلي، سواء اهلي زمالك. كابتن حسن شحاته راح النادي الاهلي، وكابتن التراس الزمالك راح الالتراس الاهلي. فكنت عايز اقول له ورب ضر ايه؟ ورب ضر نافعه. الموقف ده هنطلع منه بحاجه كويسه صدقيني. يمكن احنا بندفع الفاتوره بس هنتحمل، بورسعيد هتتحمل ان شاء الله، تتحمل بس باذن ربنا سبحانه وتعالى، بس بالعدل. وانا بقول اهو ربنا سبحانه وتعالى برضه مصمم على كلمه العدل يعني هيكرمنا. ولكن الموقف ده بشكل عام يمكن بيخدم مصر في التقارب، في التحام، في الحب. هو الشعب المصري الحقيقه بيدي نموذج تملي في اي يعني جميل. في انا حضرتك لما النهارده صح. احنا كنا في اسماعيليه انا وكابتن طارق هاشم والنادي المصري بين التفاني والفرقه بقى محمد شيحه طبعا وكابتن محمد شيحه محترم، استضافه عادل شكوكو المحترم اللي هو رئيس رابطه الاطلس في على مستوى مش كده برضه رئيس رابطه الاسماعيلي. النهارده كنا في الاسماعيليه، وبعدين جاء ناس بالسويس، وبعدين كابتن حسن شحاته وكان في مجموعه برضه راحت السويس وراح للنادي الاهلي. اذا الحده والتنشن والاكشن ده ما عادش هيبقى موجود في مصر ان شاء الله على الايام الجايه. طيب انت شايف ان ممكن يكون في بدايه امل للمصالحه؟ يعني اذا كنا بنتكلم ان في ممكن لعيبه يقدروا انه يعني يدخلوا في مجال المصالحه بين الانديه، شايف ممكن يكون في مصالحه بين الجماهير ولا مش وقت؟ طبعا هتاخد وقت. مش دلوقتي يعني. هتاخد وقت. بدليل اقول لحضرتك دليل، كان في بطوله جامعات في هيئه قناه السويس من بورسعيد مشتركه، وعندها مباراه هنا مع المعادي. عندنا من بورسعيد 3 4 لعيبه والباقي من دمياط، لان دي جامعه قناه السويس. وجم لعبوا 3 4 ماتشات. التراس الاهلي عرف ان هم رايحين يلعبوا فرقه في المعادي، جامعه المعادي. راحوا وقالوا بالدنيا وبتاع، والناس حذروهم، الاتوبيس رجع من على الطريق، رجعوهم المسؤولين رجعوهم. طب ليه؟ مصالحه استاذ كريم من فضلك يا طارق. يا كابتن هي عايزه مصالحه. انا هقول لها انا بقول هتاخد وقت. بدليل يا كابتن ان النهارده هم بتوع الاهلي او الالتراس بتوع الاهلي رفضوا وجود مش معترفين. مش مشكله. لا لازم يكون احنا في دوله القانون حضرتك. الايام جايه يا كابتن احمد، احنا في دوله القانون، ايام جايه وايام رايحه وايام بعد. مصر بتغرق يا كابتن. عاجبني روح الواقعيه والتفاؤل بينكم. ما ينفعش يا كابتن احمد. هو واقعي جدا وحضرتك متفائل انا لازم يكون في حقيقه. النهارده هو قال حاجه كويسه كابتن طارق واحنا قاعدين وانا باخدها منه بصراحه. النهارده يحصل مصالحه من خلال الدين في مصر. الناس شيخ الازهر، شيخ محمد حسان، لازم يحصل مصالحه، لازم الناس تتكلم في الحته دي، لازم الشباب الصغير لازم يقربوا وجهات النظر، لازم يعي ان دي هو النهارده احنا كبورسعيديه مسؤولين على اللي حصل قدام مسبيرو، مسؤولين على اللي حصل، مسؤولين على اللي حصل عن رئيس مجلس الوزراء، مسؤولين عن محمد محمود، مسؤولين. ما ده حصلت وفتن وناس ماتت، وفي ناس، طب ما في ناس ماتت من قريبه والتقرير الطبي قال دول ميتين على بعد متر او نص متر، واتهموا الامن واتهموا القوات المسلحه واتهموا حاجات كتير، واخد بالك؟ وهم طبعا الله اعلم هل الداخليه بريئه، القوات المسلحه استحاله طبعا. مصر هنقعد نموت في بعض واحنا مصريين؟ لازم احنا يعني الرساله اللي احنا عايزين نخرج بيها من حلقه النهارده هي ان على الرغم من ان طبعا الكارثه كبيره وكل حاجه، الا ان القضاء والتحقيقات هي اللي يجب ان تاخذ مجراها بشكل عادل وبشكل وبصر على كلمه العدل. وده طبعا عشان القضاء ما فيش فيها مشكله. الحاجه الثانيه حضرتك، النقطه الثانيه لازم المصالحه. لازم الشباب المحترم اللي ورده مصر اللي هم مستقبل مصر يهدوا شويه عشان يرفعوا، هم اللي يرفعوا مصر. احنا خلاص احنا كبرنا والناس كبرت، في ناس صغيره، في شباب طالع، لازم يقعوا
لازم يبقوا فاهمين النهارده خلاص، لو هم ما حطوش ايديهم في ايدين المسؤولين في مصر ورفعوا مصر احنا كده بنقع بنغرق. شوف حضرتك النهارده اقتصادنا عامل ازاي. انا حزنت جدا لما شفت بعض الفنادق كلها معتمه، كلها مفيش حد. بس دي ازمه بعد ثوره وامر طبيعي إن شاء الله. يعني بس يا ريت ما تستمرش اكتر من ان شاء لا الله. ان شاء الله مش هتستمر. قبل ما اختم كلامي، يمكن حضرتك في بدايه الكلام خالص اتكلمت عن ان الاعلاميين كانوا سبب من اسباب اثاره الفتنه في الاساس. مزودينها شويه. مزودينها كنت ازاي؟ عايز وايه الرساله اللي انت عايز توجهها للاعلاميين قبل ما اقول لهم من فضلك كابتن يا استاذ، من غير ما نذكر اسماء اي حد منهم يعني. ما بقول له من فضلك انت ما تقول معلومه انت كاعلامي يبقى عندك سق، قولها من واقع زي ما حضرتك جبت كده. كابتن طارق هاشم جاب مستند من المستشفى الاميري بيقول انه الناس هات مستند، ما تقولش اي كلام. حرام عليك، حرام عليك. اثاروا الفتنه، حرام عليك لما اثاروا الفتنه. مجموعه من الاعلاميين اثارت الفتنه، والنهارده بتحاول اللي هي تلم الموضوع. مش عارفه لان الموضوع فرط منهم. فبنقول لهم هم اثاروا الفتنه. اثاروا الفتنه وعملوا حاجات كتير. ما احنا قلنا ان في حادثه حصلت، وفي اصبر بقى لغايه لما الدنيا تلم. ده فعلا ما نزودش فعلا ما نشعللش. في فعلا اللي حصل ده نجحوا من اللي هم يعملوا فتنه بين اهالي بورسعيد واهالي اسماعيليه واهالي السويس. بس انا بقول لك برضه يا طارق، مش عايز اخد منك كلمه ولا حاجه والله، بس احنا مش هننفصل. بورسعيد لم تنفصل عن مصر، ده بنحب مصر وبنموت في تراب مصر، ومش هننفصل عن مصر. وكل الكلام ده اللي زي عمل ولا عملوا ايه، احنا برضه بنحب مصر زي ما هقول لك حاجه يا استاذه كريمه معروفه لكل الناس في مصر. والكابتن طارق يمكن يقول اي ماتش بيجيبوه مصر الناس منتخب مصر لما يكون عايز في ماتش مهم جدا كان بيجي عندنا بورسعيد. قد ايه الناس عندنا قد ايه حضرتك الكلام ده معروف على مستوى جمهوريه مصر العربيه. قد ايه الناس في بورسعيد بتتفانى وتخلص لتشجيع منتخب مصر. فانا بقول لك دي ايام هتعدي يا رب تكون ازمه ونقدر ان احنا نتجاوزها جميعا وندعم المصالحه بشكل سريع. وختاما علشان يتم دعم هذه المصالحه بشكل ايجابي وترجمتها على ارض الواقع، ايه الخطوات الجايه اللي انتم المفروض كنتوا تعملوها ان شاء الله؟ النهارده كنتوا في بورسعيد، عفوا في الاسماعيليه، وهتروحوا السويس، بعد كده هتعملوا احنا هنلف محافظات مصر كلها. احنا كناس من اهالي بورسعيد هنلف محافظات مصر عشان نعمل عمليه مصالحه لكل الدنيا، وبنمد ايدنا لكل الناس. بس لازم المسؤولين في مصر يعني يكون عندهم حته العدل للبورسعيد بالذات، لان بورسعيد اتظلمت كتير جدا في العهد السابق، ومش عايزينها تتظلم في المرحله الجايه، لان حرام ان هي تتظلم في المرحله الجايه، وحرام جدا النهارده ان يبقى واقع علينا ظلم وبين والمسؤولين شايفينه وعارفينه وعاملين نفسهم مش شايفين حاجه. ده اللي بيزعلنا. خلينا نقول يمكن اختم حلقتي بالتفاؤل، روح التفاؤل اللي بثها لنا لا كابتن احمد بص يا مصطفى. استاذه كريمه بس سريعا عشان الموجز الاخباري. الحياه اوكي، الحياه من غير تفاؤل ملهاش معنى. صحيح. يلا نتفائل، يلا اللي جاي لمصر احسن. يا رب يا رب يكرم مصر الايام الجايه. يا رب. وبنحبك يا مصر وبنموت في ترابك. انا بشكركم شكرا جزيلا، نورتوني في استوديو الرياضه في اسبوع. كابتن احمد مصطفى الشهير بالكابتن، شكرا جزيلا ليك. استاذ طارق هاشم الناقد الرياضي من بورسعيد، انا بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك وبشكر كل الساده القائمين على هذا البرنامج. انا بشكرك شكرا موصول